يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. من فتره كنت نزلت فيديو صغير ازاي قدرت ان اغير لون الاكستنشن من اللون اللي احنا شايفينه اللي هو الذهبي في تلجي لدرجه لون البني. ناس كتير استغربت، ما صدقتش ان هم درجه اللون دي اتصبغت، افتكروها لونين من يعني لونين من الاكستنشن. فالنهارده في الفيديو مش ريفيو عن اي حاجه، النهارده هنجرب مع بعضينا ازاي قدرت احول اكستنشن من اللون ده للون ده، وايه اللي استخدمته وازاي لو هستخدمه، كل حاجه عنها وايه الدرجه اللي هنوصل لها في الاخر. ولو انت اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي بسرعه اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي الجرس، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا الفيديو. المعروف يا جماعه عن الشعر الحراري ان هو ما بيتصبغش، ما تقدريش ان انت تصبغيه، ما ينفعش تجيبي مثلا صبغه من الصيدليه او من اي مكان وتروحي حاطاها عليها فانت تصبغيها. الله، طب ما انت يا دينا قدرتي حولتي الاكستنشن من اللون ده للون ده ازاي؟ انا فضلت ورا الحكايه دي، ان انا كان عندي فضول ان انا اعرف هي بتتصبغ ولا لا، ومقدر اغير لونها ولا لا. فانا اتفرجت على فيديوهات كتير جدا اجنبيه، فاكتشفت ان هما بيستخدموا صبغه معينه للاقمشه، بيقدروا يغيروا بيها درجه لون الشعر الحراري، سواء كان اكستنشن، باروكه، قص، ايا كان الشعر الحراري، بيقدروا ان هم يغيروا لونه زي ما احنا شايفين. ايه هي الصبغه دي او ايه اجيبها منين؟ هي للاسف مش موجوده في مصر، مش عارفه، ممكن لو عملت عليها سيرش ممكن تلاقوها ولا لا. لكن انا صراحه عملت بيها اوردر من بره عشان تجيلي واجربها معاكم ونشوف هتعمل ايه في الباروكه اللي معانا. الصبغه هي اسمها ريت، اللي ممكن خارج مصر او ليهم حد بره ممكن ان هم يقدروا يجيبوها، وان شاء الله لو توفرت في مصر انا اول واحده هقول لكم انها توفرت، عشان لو انتوا عايزين تغيروا الالوان اللي انتوا عايزينها. اسمها ريت دايمور. في منها ريت بس دي بتبقى ضعيفه شويه على الشعر الحراري، الدايمور دي بتنفع للشعر الحراري. وفي منها درجات الوان كتير جدا، وممكن تعملوا ميكس بين درجتين عشان تطلعوا درجه لون اللي انتوا عايزينها. دي درجه لون البني اللي انا جربتها عليها. هي صبغتها كتير قوي زي ما انتم شايفين، بصوا الفرق بين اللونين. حتى لو حد شايف ان هي لسه فاتحه من هنا، يمكن عشان انا ما غمقتش اللون قوي، عشان تبقى لي كميه اقدر اعمل بيها الباروكه معاكم النهارده في الفيديو. طب هنحتاج ايه يا دينا عشان نقدر نعمل او نوصل الاكستنشن ده من اللون ده، من اللون ده للون ده؟ هنحتاج طبعا الصبغه، هنحتاج ميه مغليه. هي الميه السخنه هي اللي بتخليها تقدر تتصبغ، لو ميه مش سخنه مش هتتصبغ معاكم خالص. تمام، لازم ميه تكون مغليه. وطبعا جوانتي، وممكن طبق، ممكن كيس حراري. كل ده هنقدر نستخدمه معانا دلوقتي. هروح دلوقتي اجيب لكم الميه المغليه ونبتدي ايه التجربه مع بعضينا. رجعت لكم بعد ما جبت الميه السخنه، ميه بتغلي. تمام، ودي الباروكه اللي احنا هنجرب فيها. ممكن تستخدمي طبق، بصوا لو انتوا تستخدموا طبق مش مستغنين عنه، يعني مش عايزينه خالص، لان بصوا بيصبغ مكانها. انا لما جربتها ده طبق انا ما كنتش محتاجه ان اعمل فيه حاجه بعد كده، يعني ما تطبخ، يعني ما تغسلوش فيه حاجه، ما بتنقعوش فيه حاجه، سواء كانت هدوم بقى، بتغسلوا مثلا خضار او حاجه، لا انتوا طبق مستغنين عنه، مش عايزينه خالص. بتقدري تستخدميه. مش عايزه تستخدمي الطبق، ممكن بتستخدمي الكيس الحراري. تمام، وطبعا بتستخدمي جوانتيات علشان ايدك ما تتسبغش، يعني ايدك ممكن تتسبغ وما بتقعدش كتير صراحه الصبغه فيها، يعني بتروح مع الغسيل. لكن برضو عشان لو مش حابه ان انت تبهدلي ايدك او بتاع، فبلاش ان احنا نستخدمها بالطريقه دي. تمام، لبست الجوانتي، جبت الباروكه بتاعتي، فاحنا هنحطها في الطبق كده اهو. كلكم هتستغربوا طبعا ان انا هحط عليها دلوقتي ميه مغليه، ما تقلقوش. انا طبعا حاطه، مش هدلق الحله عليها كلها، لكن هدلق هي شخصيا عليها الميه. هي لو انت عندك حله مستغنيه عنها برضو مش عايزاها، ممكن تغلي فيها الميه وتحطي الصبغه وتنقعي فيها الباروكه، تسيبيها زي ما هي فيها اهي. حطيتها في ميه سخنه، ما تقلقوش يا جماعه، ما يحصلهاش حاجه اهي زي ما انتم شايفين. وهمسك الصبغه كده وهنقول بقى كده ايه، بسم الله. لو احنا جربنا اول جزء كده فيها، بصوا ابتدى يديها لون من تحت كده، وعشان البخار. بصوا، ولو عايزين تعملوا تيست قبل ما تحطوا الباروكه علشان تشوفوا، هاتوا منديل وشوفوا حرفه كده، شوفوا درجه اللي انتوا عايزينها كده، الغمقان بتاعها كويس، طب نغمقها اكتر، طب نعمل ايه، برضو بتقدروا تعرفوا من المنديل. تمام، فاحنا هنحط الباروكه كده. انا حاسه لو هي هتغمق تاني يبقى احسن. حطينا عليها جزء منها، ممكن في بعض الاحيان وما تزودوش الميه قوي علشان ما تبقاش خفيفه.
بصوا هي هتبتدي بقى تتسبخ كلها اهي. حابه ان انت بقى تحطيها في الكيس الحراري براحتك، نزودها ميه كده شويه عشان تغطيها كلها، وانا المفروض كنت حاططها في الكيس الحراري عشان تاخد وقتها، فانا هنقلها للكيس الحراري وارجع لكم. ورجعت لكم بعد ما حطيتها في الكيس الحراري. خلي بالكم ان هو سخن جدا، انا قلعت كمان الجلافز. بصوا اهي، وخدوها في الطبق عشان لو ميه زي كده نزلت منها، او ممكن تبرموها من فوق كده. تمام اهي، تقدروا تعملوها كده تمام كده اهي. لو ايدك اتبهدلي تغسليها بسرعه مش هتطلع، يعني مش هيحصل لها حاجه. تمام اهي. المفروض ان انت بتسيبيها من حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه، فانا هسيبها ربع ساعه وتلت ساعه وارجع لكم تاني ونشوف شكلها بقى عامل ازاي بعد ايه المده دي. وجيت لكم بعد ما عدت المده، انا سبتها حوالي تلت ساعه او نص ساعه. دلوقتي بقى ايه انا ايه في الحوض علشان نبتدي بقى نشطفها ونشوف شكل درجه اللون اللي وصلت لها عامله ازاي. هي لسه سخنه، شوفوا درجه اللون، هي مبقتش اللون اللي هو البني الشوكليت، بس بقى ده لونها. دلوقتي هنشطفها وهنشوف وصلت لايه. نركن ده كده على جنب نحطها في الحوض كده ونفتح الميه عليها. خلي بالكم وانتوا بتغسلوا في الحوض الدنيا ما تبهدلش معاكم، هي مش هتصبغ الحوض قوي. بس انا شايفه ان درجه لون ملهاش علاقه بالبني، اديتها ذهبي. هنغسلها كويس من اللون اللي فيها. هي ما بتتغسل اول مره، بس خلي بالكم بصوا البني من جوه اتصبغ بني هي اتصبغت لون بعيد عن درجه الاشقر بتاعها. هي ممكن تغسلوها ببلسم او بحمام كريم، فانا اللي عندي دلوقتي ده حمام كريم، كنت جايباه مش شرط ان هو يكون بتاع اطفال، انا ما عنديش بتاع اطفال الصراحه. دلوقتي عندي بلسم حمام كريم اسمه تري شوب، مش عارفه اسمه ايه، تري شوب. هو هاخد منه حبه كده وامشيهم عليها انها تتغسل اهي. ويا ريت وانتوا بتعملوا الحكايه دي. طبعا الجوانتي زي ما انتوا شايفين، غير كده لو انتي يعني تلبسي حاجه مثلا تيشيرت قديم عندك عشان لو نطرت عليكي لون ما يصبغش اللي انتي لابساه، او مريانه المطبخ تبقي لابساها. بصوا لو خدت بالكم مش بتنزل لون قوي، يعني هي مش هتوصل لدرجه التلج بتاعها تاني اهي. درجة لونها حلو قوي، مش عارفه بقت ذهبي كده غريبه بس حلوه اهو. نغسلها من البلسم كويس اهو لغايه ما نتاكد ان الميه اللي نازله منها بقت خلاص بيضه، ما بتنزلش اي لون اهي. نخليها كده لما تسحب الميه دي بصوا لونها عامل ازاي، بقى لونها حلو قوي احلى مما كانت عليه. بس هنشوف هل لما تنشف هتفتحها عن الدرجه دي ولا لا. بس يعني اللي انا شايفاه هي مش هتوصل تاني لدرجه اللون التلجي. غير كده لو انتوا عايزينها اغمق، اللي يقدر يجيب الصبغات دي ممكن انتوا تحطوا اكتر من لون مع البني، يعني ممكن البني مع درجه اغمق زي الاسود مثلا يغمقها اكتر من كده، يعني هي بتبقى ميكسات من درجات الالوان. انا شفت واحده كانت عايزه تعمل لون اسود عامل زي الموف شويه او ازرق كده، كانت حطت اسود ومعاه درجه موف. انا شايفه ان هي درجتها بقت حلوه اهي. بصوا عامله ازاي. دي بقى هنسيبها كده تنشف على الفوطه كده لغايه ما تنشف خالص، وهوريكم شكلها بعد ما نشفت خالص ولونها عامل ازاي.
هيفتح عن الدرجه دي كمان ولا لا. بس بصوا البني من جوه اتصبغ، يعني البني اتصبغ بني، هي اتصبغت درجه لون كده شكلها لطيف. تمام. فانا هسيبها تنشف خالص، وبعد ما تنشف هرجع لكم تاني ونشوف شكلها بعد ما نشفت شكلها عامل ازاي. رجعت لكم بعد ما سبتها نشفت خالص. انا بسيبها يوم كامل انها تنشف، ما بنشفهاش لا بستشوار ولا بمكوى، بسيبها انها تنشف براحتها خالص. ودي درجه اللون اللي وصلنا لها بعد ما صبغناها بدرجه اللون البني. هو كان بني شوكليت تقريبا، البني مع درجه التلج بتاعتها اديتها درجه انا مش عارفه هي اسمها ايه صراحه. هي ممكن ذهبي، يعني درجه من درجات الذهبي. مش عارفه ليه حاسه ان هي عصندريه مثلا. درجة لون حلوة قوي. والاحلى من كده انها صبغت كل الشعر، يعني ما تفتحيش الشعرية كده وتلاقي مثلا اللون التلج ده موجود ولا حاجة، لا كل الشعر اتصبغ ما فيهوش اي حاجة. شكلها بقى حلو قوي، ادت لون جديد. ممكن لو عايزينها اغمق ممكن نبقى نعمل ميكس مع اللون البني، يعني ممكن نشوف ايه الدرجه اللي تدينا بني شوكليت او بني غامق منها. ممكن تبقى مثلا نحتاج الاسود معاها، ممكن درجات البني تبقى مع بعضيها. دي ممكن نبقى نعرفها بعدين، يعني هحاول ان شاء الله باذن الله نجيب منها الوان ونقعد نلعب بقى في الالوان، بوريكم ونشوف هتطلع عامله ازاي. لان في الاكستنشن اللي هو كان تلجي في او ذهبي في تلجي، اديته درجة بني، لكن مع الاشقر قوي اديتها الدرجة دي. او ممكن كانت محتاجة علبة او اكتر من زيادة من اللون البني ده. كله ده هنعرفه. بس الفكرة ان هي فعلا صبغت الشعر الحراري وادانا لون ايا كان اللون ده هنقدر نتحكم احنا فيه. بس اتصبغت بالكامل. ممكن بقى تعمليها استشوار، تعملي لها مكوى، تقصيها، تعمليها زي ما انت عايزه. وكمان ما تقلقيش ان البونيه كمان من جوه اتصبغ زيها يعني. بصوا اتصبغ عمل ازاي، بصوا اهو. بصوا ادى نفس لون الشعريه، تحسوا انها ما فرقتش عن الشعريه خالص اللون، غير ان الفواصل بتاعتها بقت درجه اللون البني. بصوا البني اللي احنا صبغناه كان لونه ايه، اصلا البني ده كله كان لونه بيج، يعني معرفش ليه دي صبغت بني ودي صبغت لون تاني. حتى الكليبسات من تحت او الكوبش من تحت برضو اتصبغت، فمعناها ان هي يعني بتصبغ الباروكه من اولها لاخرها. فانا كنت حابه ان انا اجرب معاكم حاجه جديده عشان نشوف هل هي فعلا زي ما انا بشوف كده على النت انها بتتصبغ ولا لا. والحمد لله طلعت انها بتتصبغ. في ايدينا بس ان احنا نتحكم في الالوان بتاعتها بعد كده. وكل فترة ان شاء الله باذن الله لما الاقي حاجة ممكن تكون بتنفع مع بتنفع معاها مع الباروكة، انها مثلا تصبغها، تغمق بيها الاطراف، مش عارفة ايه الحاجات دي كلها. كل ده ان شاء الله باذن الله هعملكم بيه فيديوهات. كل فترة نقعد نلعب كده شوية في الباروكة ونشوف هتجيب ايه لون معانا، او هتستجيب للحاجة اللي هم بيقولوا عليها بتصبغها ولا لا. يا رب اكون بس قدرت ان اوضح لكم الفكره والتجربه اللي احنا جربناها وتكونوا استمتعتوا بيها. اللي عنده اي استفسار او اي طلب للوريك بيكلموني على الفيسبوك، على الواتساب، على الانستجرام، على اليوتيوب او التيك توك. ومستنياكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.